يصبح الخير، يصبح النور. شنو حوالكم؟ مش عاملين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا الكلكم بالف خير وصحتكم لاباس. وفيديو اليوم باش يكون كالعاده معناه روتين مع صغيراتي. دونك نهار اليوم مشينا الصباح، هزيتهم خرجتهم. حبيت هكا نعملوا دورة نتمشاو شوية، هذا راه مش صباح بكري. يعني قمنا فطرنا فطور الصباح، خملت شوية هكا الدار وما كانتش عندي برشا حاجات باش نعملها. دونك قلت يلا معناها نخرج وكل شيء، وزيد ولات عندي توا قلت نعمل بيوت. كيما كنت قبل نعملها. تذكروا قبل أول ما بديت القناة كنت نقول لكم ديما كنت نعمل هكا البيوت نتاعي مثل لا ديفونس باغ اكزومبل، كنت نسكن في كولومب. كنت نمشي لا ديفونس على ساقية. وكنت نبدا موتيفي على الاخر معناها وانا نمشي معناها خاطر نعرف اللي لا ديفونس ما حاجات معينه معناها باش نمشي لها، باش نتفرهد، باش ناكل حاجه، باش نعمل قهيوه. فكنت نبدا موتيفي على الاخر، وزيد الثنيه محليها يعني. الثنيه كانت يعني توسع بالك على الاخر، مجازانات، ترامواي، دونك كانت ياسر محلاه. فكنت نبدا موتيفي وكنت ما نحسش بالتعب. زادا كيف كان نهار المرشي في ارجنتوي، كنت زادا نمشي على ساقية. وقتها كنت نصور لكم الكل ومحلاها زادا ثنية، نبدا فرحانة معناها ماشي المارشي وكل شيء وجو يعني فيه كنت نعمل فيه جو كي نقضي منه كل. دونك مهما تكون الثنية طويلة نبدا شيخة معناها انه في الاخر باش نوصل للحاجة اللي انا نحبها. وتوا قلت ثم مجازان متاع تراك هي ثم تبعد عليا يظهرلي نص ساعة ولا ساعة غير ربع هكا كابي. فقلت هاكا نولي ديما نمشي نقضي منها هي معناها في بلاصة ما نقضي مجازا بحذايا، نقضي منها هي ونعملها هي الهدف متاعي اللي باش نوصل له. كي نعمل الي وروتور معناها مثل هكا حتى مرتين في الجمعة باهية معناها. قهوة المهم في بالنا باش نمشيو يا اخي. ما نكذبش عليكم، خذيت قهوة، خذيت لهم جوتي والكل يا اخي صبت لهم تعرف الثنية. وبعد تشوف الميتيو نلقاها باش تولي راعد ومطر اكثر، دونك قلت لهم هيا نرجعوا زايد معناها. اما مشينا ماشيه باهيه كمان. وبعد رجعنا، اما ان شاء الله قلت كيبدا نهير هكا دافي ولا على قليله شميسه، المهم ما فماش المطر نمشي. كهو من بعد روحنا للدار. مشيت اليوم عندي تحضير متاع الفاليز متاع فارس. يعني في النهار هذاك. دونك حضرت له الفاليز نتاعو خاطر باش يسافر مع ابوه لتونس. وبديت نحضر له في حوايج، وهذايا توني اللي بنت خذيته من زمان ياسر عجبني. ولقيت كيف ظهر لي في جيمو هو نفسه. ما نعرفش جيمو ولا لا آل، ديما نغلط بيناتهم خاطر احنا عندنا جيمو ولا آل باش نبى بعضهم. دونك نغلط ننسى يعني كي ناخذ ارتيكل ننسى منين خذيته بالضبط. ميريتو عند مجازان منهم محلاه. وسومو اغلى معناها انا خذيته المريول هذا يظهر لي هكا بسات 90 19. وهذايا السروال ظهر لي كيف هكاك في الصوم هذاك يا 8 يا 9. ياسر راهم محليهم لبستهم الفارس، وكالعاده وقت اللي فسخت لاباري فوتو صورته يعني بيهم. كيف فسخت لاباري فوتو مشاو معناها ما بين التصور اللي فسختهم ولا روح حبيت نوريكم وهو لابسهم ياسر. هو بطبيعته ايواتيه ياسر روج بوردو، وكي لبسهم ياسر محليهم. حسيلو خذيتهم له في بالي باش يمشي بهم هما، قلت هاكا يلبس حاجه سبور ومرتاحه يعني. يا اخي قالولنا في تونس سخونه. دونك خليتهم له في الدار، قلت كي يجي معناه يلبسهم احنا عنا وقتهم يعني هذو ما توا لا متاع برد لا متاع سخانه برشا. حضرت له الكوش، خذيت له في العاده راهو ان البنات ناخذ له الكوش من انترمارشي بوميت هذاك يعجبني. اما توا فيو باش يسافر والكل قلت ناخذ له هذايا خاطر نحس كي في النوامر الاخرانيين 5 و6 نحس النوعيه ولات مش طياره يعني في بوميت كيما في الاشهر الاولاني. في الاشهر الاولانيين حسيته احلى معناها النوعيه كانت احسن. المهم خذيت له زاد الماكله، خاطر الماكله للصفر معناها كي باش يمشي ولا كي يجيو هذو ما تعرفوني معناها ناخوهم حتى كي نبدا نهار مزروبه ولا نبداو لبرا خرجنا ولا حاجه ولا نروح للدار زاده ما عنديش ماكله ولا نهار زاده ما نجمتش نطيب فيه. او كان نعطيه ديما يبداو عندي في الدار. دونك قسمتهم له كيما شفتوا هكاك، خليتهم له بالكيخت نتاعو باش ينجموا يعني يشوفوا يعني شنو باش يوكلوه معناها. كهو قصيتهم له هكاك، حضرتهم له متاع ما يلزم للسفر كي يمشي وكي يروح زاده. وكالعاده تعرفوني ديما نحضر للصغير حاجات باش يتلهي فيهم في السفر. هذه القصه ياسر عجبتني من اكسيون خذيتها، انه عجبني للوين تتبدل فيها. شوفوا مثلا الاسد هذاك بنواري بلون وبعد كي يجبدها تولي بالالوان، فتحسها نتصور اتيرونت للصغير اكثر معناها من انه كي يجبد نفس الحاجه يعني يشوفها يجبد وكا. هذه عجبتني خذيتها. قلت لبوه معناه في الطيارة اعطيه له معناه هكا يلعب بها، فصار له ولا لعبوا بها
يتلهي بها. كيف هذوما الستيكرز زاد هذوما راهم طيار للصغار، يعدي بيهم برشا وقت وياخذ وقت يعني باش ينحي وحده، خليه ينحي وحده ويلصق في بلاصة أخرى، يعني هكاك تربحي انتي الوقت. وهو زاد يعني يتلهي في الوقت هذاك يعمل فيه حاجة. وخذيت له شنو خذيت له لي بالون، ما نعرفش كان صورتهم ولا مازلت. خذيت له لي بالون هذوكم باش ينفخهم هكا خاطر تونس ياسر سخونه، وتصورت انه في النهار باش يقعد يعني في الدار، فقلت نعمل له لي بالون يقعد يلعب بهم يعني في الدار الداخل. شني اخر خذيت له السبادري هذايا من اوكايدي، وقتها بالزهر نهارتها عاملين فيهم موان 20% والكاليتي نوعيه ياسر تعجبني نتاعهم. وخذيت له بيبرون هذيك زايده حطيتها في الفاليز اونكاو معناها بكشي يضيع بيبرون ولا لو على مكسرها، خليته بيبرونات وهذوكم اللي باش يستعملهم في الساك نتاعو اللي باش يسافر بها، وهذه زايده. مشيت له كرهبة صغيرة هكا من اكسيون في الباكو نتاعها، زادا كيف نخليه هو يحلها يعني كيكا. أول حاجة نربح الوقت، وزيد نخليه هو يحاول هكا وحده يحل ويلعب بها. وخذيه زادا كرهب اخرين خاطر فارس يموت على الكرهب. ومشيت للزيمان خذيت من عندهم لي بواط هذوما اللي تعرفوهم معناها نحط فيهم شامبوانات ولا الكريم ولا حاجه. خاصة معناها الأرسلان يعني بوه عادي يهز بيبز نتاعو نورمال. مي أرسلان مي فارس قلت أرسلان هاكا وحدة حطيت له فيها ليمون، وحدة حطيت له فيها الشامبوان. وعجبوني هذو من زمان أحسن خاطر كي تنزل عليهم يخرجوا لك الشامبوان ولا الكريم ولا اللي انتي باش تحطوه بسهولة، مش كيما في بريمارك لمحل عندي فترة راني ما خسرت لهمش ما شفتهمش، ما نعرفش إذا كان مازالوا نفس الفورما ولا بدلوه. كهو مشيت حضرت له حوايج الصيف. هو حوايجه معناها جدد كما تعرفوا صغار معناها صرتوا لي شورت والكل يقعدوا جديدين واحد. وحاولت اني حتى نمشي نشري دي توني هكا جدد ولا حاجه، خذيت له كان حاجات اللي قاعدوا فريمون كالاخرين حتى لي تايات بالسيف باش تلقى خاطر جابوا سلعة الشتاء. دونك ما بين الحاجات اللي لقيت عاملين فيهم بروموسيون هما السنادل، نسيت البنات لا اهل ولا جيمو. زادا ديما يعملوا فيها بروموسيون هكا للسنادل الكل متاع الصغار. وبالزهر لقيت هذا اخر كعبه وفي التايم تاعو سبحان الله ديما واحد قسمه يستنى فيه. وخذيته هكا شفته بديس وغو هكا متاع جمعه حسيته. كيف لي بيجاما زاد عندي كيكا جمعتين مشيت عاودت له مكان لي بيجاما صوف من كيابي ومن اوشان. يا اخي توا كي قالوا لي تونس سخونه مشيت لاوشان هذوما القطعات زاد الاخرين اللي قعدوا اللي نجمت لقيتهم زاد كيف عاملين ديستوكاج وعاملين زاد اخر قطعات نتاع الصيف. هذوما خذيتهم له هكا دي بيجاما مثل باش يلبسهم في الدار هكا ويرتاح فيهم. كاو المهم خذيته هكا حاجات كيما نقولوا نتاع جمعة معناها، وهذوما الحاجة الباهية السراول احنا في الصيف في الشتاء يا ربي تسخن برشا الدنيا بالشوفاج، هو بيتو بالذات تسخن دونك قلت يعني يصلحوا حتى في الشتاء يقعدوا له معناها. صراحة ما حبيش نفستي برشا على جمعة من زمان. سورتو مازلت كي مشيت شريت له حوايج الشتاء الكل خذيت له دي توني هكا محليهم للشتاء. كاو قعدت ننسق هكا خذالي وقت الصراحة وانا قاعدة نشوف له. نحبه كمان يلبس يعني الشارت مع المريول نتاعو معها تبدا لبسه هكا منسجمة مع بعضها متناسقة. وحضرت له الكومبوت نتاعو البسكويت الكومبوت عملت له نتاع اون سيمين خاطر يحب هذاك الكومبوت اللي تشرب. وهذه اللبسة العربي كيما تعرفوني معنا كل مرة تبدأ عندي اللبسة شيء احنا اللي خذيناه لهم وشيء جاتهم كادو عمته تجيب له خالته تجيب له ليه والخوه. دونك نلقى عندي ان فاليز حسيلو ما نحكي لكمش اللبسات الروب نتاعي نتاع اسيل ثم حاجات نسيتها اصلا وخساره معناها يعني نحن نشريه واحنا كي نمشيو لتونس نتشهيو يعني هكا اللبسه العربي ونتوحشوها والكل ونتوحشوا زاد هكا العروسات واللمه والكل فنشريو. لكن من بعد تشبع بها الفاليز تلبسها الفاليز. دونك حليتك الفاليز نلقى الشيء متكم حسيلو كل حوايج وكل ثم حتى جباب ما عادش يجيوني ما يجيوش قدي. خساره والله خساره معناها مزيانين يهبلوا. دونك قلت مادام باش يحضر عروسات قلت خليه يلبسهم خليه يلبس لبس العربي ما خيرش من اللبس العربي نتاعنا. من الاول ما نسيتها قلت لكم كانت في الفاليز نسيت لي اصلا اليوم عندهم حوايج عربي. كنت باش ناخذ له دي شوميز هكا واحد من بعد قلت حقا واخي عندهم اللبس العربي ومازال راهو معناها توا ان شاء الله مع الايام ممكن نجي مناسبه هكا ولا حاجه نوريكم معناها الحوايج يلبسوهم هو واخوه واخته. وكهو حضرتهم حددتهم محليهم برفنتهم.
كما شفتوا كلاستيوس هذيك نعمل قطنه نحط فيها قطيرات من بارفان، هكا البارفان هذيك الانتردي ياسر بنينه نموت عليها، ريحتها تقعد بنينه ومضخمه معناها. حطيتها في وسط البوشيت هذيك، سكرت عليها وحطيتها مع الحوايج هذوكم، وسكرت عليهم في الساك هذيك، في التروس يعني هذاك التروس هذاك روزمون هزلي يعني حوايج فارس تقليديين، وخليتهم له ولبسهم معناها وخرج ما شاء الله على وليدي محلاه. ونهارتها بعد ما خرجوا يعني هو وابوه، انا صراحه قررت البنات قلت الجمعه هذيا باش نقعد رايضه نحاول على الاخر نطيب حاجات خفيفه ورتح روحي، يعني نستغل الفرصه نرتاح، خاطر الفرصه ذي ما تجينيش ديما معناها، خلي نستغل الفرصه نرتاح نرتح روحي. اسيل وارسلان يعني ياكلوا كيفنا وما يتشرطوش، وديجا نهارتها تعبت يعني صراحه، يعني تقولش عليا انا اللي باش نسافر. كان ما جاش يعني راجلي لازم يسافر الفترة هذيا، يعني هذاك هو الوقت اللي نجم يسافر فيه، الأيامات الجاية ما ينجمش. ولا راهو نسافروا مع بعضنا الكل، خاطر بالحق تعبها ومرمتها أكثر من كل شيء معناها، سواء نقعدوا الكل سواء نمشيو الكل، خاطر بالحق فيها برشا برشا تعب. وكان تراو بعد الخوذة اللي قاعدت والحوايج في الصالة، يعني باش نظمنا لي فاليز والكل، ما نحكي لكمش هذا يعني زوز من الناس ماشيين يعني عبد كبير وجوست بيبي. المهم بعد مشيت عملت كيش، نظمت على الحوايج وطويتهم ونظمت الصالة ورجعت كل حاجة لبلاصتها، ومشيت عملت لهم كيش على تارت. هذه بالنسبة للبات عملت ما بين 300 350 جرام، راني نعملها بالقمارة خاطر استانست بها، ونعمل في حدود 45 40 جرام زبدة، ونبثبثهم هكا فيها بالقدا حتى يدخل، حتى تترمل هكا البات بالقدا وتدخل الزبدة في البات مليح، وبعد نزيدها عظمة وشوية ماء ونخلطهم هكا بالقدا، ماذا بيك ديما بصوابعك تلم وما تلمهاش برشا، حتى كي تشوف الزبدة قاعدة ترف تريفات في وسط البات، راهي هذيك الاستيوس اللي يشحى اللي تجيبها بنينة ومقرمشة وتجيبها كأنها فويتي. دونك تلمها بعد لمين خفيف، وتو ان شاء الله البنات نهار نبارتاجي معاكم البات كيفاش تتعمل بالحق، تجيب بنه وبطبيعه نحط معاها شويه ملح ونخليها تبرد. وبعد بالنسبه للواحد عملت هذاك الشامبينيون، حمرته هكا شويه مع طرف طماطم وبصل وحطيته هو معناها الطبقه الاولى، ومن بعد الطبقه الاخرى عملت كريم ليكيد معاها جبن رابي عظم عملوا في حدود 3 عظمات هكاك كبدة وخشين، ولا 4 كعبات كبدة وجويدي، نركضهم بالقدا مع فلفل اكحل وملح، ونزيدهم تبقى الفوقانيه. نعاود لكم كريم ليكيد عظم فروماج رابي، ونزيدو عملت معاهم شويه بارميزان انتي وشنية تحب، وتبقى الاخيره عملت كريم ليكيد وعملت معاها العظم وزدتها من فوق كهو. وانتم راهو حرار معناها تحبوا تعملوا معناها شنية تحبوا تعملوا، بالطبيعه راهو حطيت معاها التون كما شفتوا، تبقى الفرشه الثانيه حطيت معاها التون، ومن فوق بالكل نحط الكروفيت. تنجم تعملها كان كروفيت، اما انا نحب هكا كي نعمل كروفيت نحط معاها طن باش يزيد هكا يبنن اكثر، وجات بنه على الاخر. ولدي يحب ياسر شو اسمه هذاك يا ربي ديما الكورنيشون، دونك حطيت له هكا كعبات هكا من فوق وتجي ياسر بنينه التارت كتبدا فيها هكا طرف حموضيه، دونك حطيت له هكا شويه منها، وهذا هو جات بنينه شوفوا هي ديجا بالمنظر مزيانه وجات بنينه. وهذا النهار الثاني حبيت نصور لكم الركشه نتاعي، كي نقول لكم الطقس بالحق ياخذ ويعطي. اليوم راهي اوراج معناها وجاتنا مطر ورعد والكل، وهذا النهار اللي قبل جانا شمس وصلت 31 درجه، قعدنا لبرا وغسلت الحوايج ونشرتهم وطويتهم، والنهار كله عطيناه لبرا من كثرة ما هي سخونه. عملت قهيوه وكملت، وبعد العشيه قلت انا شاهي البنات عندي فتره شو اسمه هو البسكوت نتاع العيد، شهيت على الاخر، وبالحق ما مكفنيش الوقت، كل الفتره اللي فاتت ديما هكا ديما نعمل والكل ما يكفنيش الوقت، وانا نحب كي نعمل حاجه سورتو حاجه هكا شهيتها نبدا عامله عليها كيف يبدا عندي فتره ما عملتش، ما نحبش نعملها بزربه هكا ويبدا ولدي من غادي يبكي ونبدا مركزه معاهم والكل. دونك قلت مدام فارس مش هوني خليني نعمل الحاجات اللي انا شهيتها واللي هكا تاخذ شويه اليد. دونك عملت الوصفه متاع سيسينا المره هذيا، تعرفوني سواء نعمل الوصفه متاع ماما سواء نعمل الوصفه متاع شيف محمد امين ياسين سياله، كل مره كيفاش نعمل معنا. المره هذه اشتهيت الوصفه متاعها هي، وهي ما شاء الله عليها يعني كل حاجه تعملها تشاهي. طبعا خليكم المقادير في صندوق الوصف، وسهله سهله سهله فيها حتى شيء.
جوست انا عملت البنات فاكهه، هي عملتها لي نوازيت رحاتها بالكدا. انا عملت خليط نتاع فاكهه، يعني عندي زوزه وعندي لوز وعندي بفريوه، خلطتهم الكل وحطيتهم يعني كي يقعدوا الكلهم من المولد الكلهم نحمرهم ورحيتهم بالكدا وحطيتهم. وحطيت زاده كمشه جلجلين معاها كيما هي عملت، هي عملت بزيت جلجلين، انا ما حطيتش برشا جلجلين خاطر حطيت بزيت فاكهه. ومن الاول كما شفتوا معناها نخلط السكر بالكدا. السكر راني عملت زوز انواع، خلطت ما بين هو صدقني ربي 350 غرام سكر حسب ما نتذكر الوصفه. حطيت الاكثر سكر الأسمر. بالنسبه للخليط تخلطت من الاول السكر مع العظام بالكدا. هي من المفروض نخلطوا بيدنا، يعني الخليط نتاع البسكوت معروف. اما انا البنات ما نحبش الحبيبات نتاع السكر يقعدوا، باش نضمن انه ذاب السكر بالكدا. عاونت يعني ملول بالماكينه كهو. بعد كملت بقيه المقادير، زي نخلي لكم الليام نتاعها اللي انا تبعته في صندوق الوصف. وبرشا سالتوني على الليام تاع المغازان تاع الديبو هذاك التونسي اللي صوته لكم اخر مره. راني مخليت لكم الادريس تحت الفيديو بالضبط، هذاك اللي يتسمى صندوق الوصف مخليته لكم تحت الفيديو، يعني جوست كليكيو تحت الفيديو تو تراوه. وتوا كيف زاد الليان ولا اي حاجه نحطوه في البلاصه هذيك. هذوما كعبات القعدوا الاخرين، هذيك نحيت الماكينه فركتها نلقاها هي هكا مدوره اللي قعدت يعني اخر طرف نتاع عجين. دونك حطيتها كيما هي في الطبق. واللي عجبني البنات في العجينه هذه ماكش لازم عليك يعني تعملها جويده على الاخر سينو تتحل يعني البسكوي من بعد ويكبر، لا كان شكلتها خشينه يعني هكا وبومبي تجيك بومبي هكا وخشينه وباهيه. انا نحب الحق البشكوته كي تبدا هكا سمينه شويه، سينو كان شكلتها جويده جوست هكا تتحل هكا طرف وكهوا معناها وريتكم من الفرق بيناتهم. وفي الحالتين بطبيعه بنين هو نفس القوه، ولكن اللي كل واحده وشني تحب كيفاش تحب في المنظر نتاعها. انا اللي عجبني انا كيما تشكلها كيما تقعد الكعبه جوست تزيد الحشمه نتاعها، اما تقعد كيما هي مش اللي تسيل هكا وتتحل. هذا اللي عجبني في الطريقه نتاعها كهو. الهني وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يا ربي فيديو اليوم يكون عجبكم. بوسكم برشا ونقول لكم بسلامه وباي باي.